زي ما انت شايف من عنوان الفيديو مفيش حد هيجي ينقذك. خليني اقول لك حاجه، انت دلوقتي لو مثلا اهلك قالوا لك خش جامعه معينه او اعمل حاجه معينه انت مش عايز تعملها، لازم تحط حاجه في دماغك معينه ان انت في الاخر بعد ما تتخرج من الجامعه وحياتك اصلا مسارها هيتغير بشكل كلي، وتوصل لليفل معين انت مش عاجبك حياتك او مش حابب المكان اللي انت فيه. انت ما ينفعش تلومهم لان انت اللي قررت في الاخر. ايوه انت ممكن تقول هم اللي قالوا لي خش الجامعه ومش عارف اعمل الحاجه المعينه اللي هي ايه هي، ايا كان ايه هي يعني. انت القرار في ايدك في الاخر، فاهمني؟ انت اللي ما تقدرش تروح تلومهم. اقول لك احنا مالنا؟ انت فعليا لو حياتك باظت ورحت كلمتهم في الموضوع، لكن احنا مالنا؟ احنا مالناش دعوه. انت حط الموضوع في دماغك وفكر فيه كويس، لان هم مش مسؤولين دلوقتي. انا ما اتلخبط في الكلام مش عارف ليه. هم مش مسؤولين عنك دلوقتي. انت بقيت خلاص بكر بالغ، اللي هو هم ما لهمش اي مسؤوليه عنك. نفترض هم قالوا لك خش جامعه معينه، خش كليه معينه، او اعمل حاجه معينه في حياتك ممكن تاثر على حياتك، وانت وصلت لمرحله في الاخر خلاص انا مش عاجبني، مو مش عاجبني حالي دلوقتي. هتروح تشتكي لمين؟ يعني مفيش حد مهتم لشكوتك، يعني دي حاجه انت لازم تعرفها. فعشان كده انت لو هتعمل حاجه في حياتك اعملها نابعه عن قرار منك انت. لان نفترض انت اخترت حاجه والدنيا باظت، خلاص انت اتفشخت يعني من الاخر. انت مش هتلوم حد الا نفسك، وعادي انا ما عنديش مشكله يعني. يا بخت اللي اختار حاجه وفشل فيها اللي هو نبع عن قرار منه، فاهمني؟ اللي هو يعني حاجه كويسه. انت خلاص مريت بتجربه فشلت، ارجع من الاول تاني. انما انت لما تاخد القرار من حد تاني، اهلك بقى، اصحابك، اخواتك، اي حد، فانت توصل لمرحله اللي هو انا عملت كده ليه؟ ممكن الموضوع ما يعجبكش، ممكن الموضوع يعجبك، بس انا بقول لك اسوأ سيناريو ممكن يحصل ان الموضوع مش هيعجبك. هتشتكي لمين ساعتها؟ هتروح تشتكي لهم هم؟ غالبا لا. هتروح تشتكي لمين؟ ما انت ما تعرفش، فاهمني؟ فالنصيحة، اعمل الحاجة اللي انت عايزها. لان فعليا يا جماعة يعني انا لو رجع بيا الزمن هبقى هسترجل شوية واعمل الحاجة اللي انا عايزها. مش هستنى اهلي يقولوا لي اعمل كذا واعمل كذا. ولا دي الحاجة المناسبة ليك؟ محدش يعرفك اكتر من نفسك. انت اصلا غالبا بتكلم صحابك اكتر من بتكلم اهلك، فهم ما يعرفكش اصلا. يعني لو واحد صاحبك اداك النصيحة ممكن اصدقها شوية، انما اهلك ما يعرفوش حاجة عنك، فاهمني؟ فدي حاجة بس لازم تحطها في الحسبان، عشان بجد يا جماعة انت ممكن اللي هو تدمر حياتك كلها عشان عايز ترضي اهلك. انت عارف المشكلة ايه؟ ان هم انت حتى لو رضيتهم وعملت الحاجة اللي هم عايزينها، مش هيبقوا راضيين عنك، فاهمني؟ اللي هو دايما هيبقى في مشكلة في البيت انت السبب فيها، وهيفضلوا اللي هو فاهمني يشتموا فيك او يتضايقوا منك. اللي هو احنا في دايرة، يعني الدايرة دي هتفضل زي ما هي، مش هنخلص منها. فانت تعمل الحاجة اللي انت عايزها، عشان بجد يا جماعة مفيش حد اللي هو يجي ينقذك هيجي ياخد بإيدك ويطلعك لفوق. الموضوع ده ما بيحصلش. يعني في الأفلام ممكن تحصل، انما في الواقع وكده الكلام ده مش بيحصل، يعني فاهمني؟ فحاول بجد تختار الحاجة اللي انت عايزها بنفسك. لو انت متخرج من مدرسة قريب ومش عايز تخش جامعة، وشايف ان انت ممكن تبدأ بيزنس موديل معين تعمل منه فلوس اكتر بكتير، خلاص خد القرار بنفسك. اهلك فعليا يعني رأيهم في الحالة دي مش مهم، لان دي حياتك انت. يعني رضا الوالدين هنا ملوش اي علاقة بالموضوع. رضا الوالدين ده لو مثلا ابوك عايز كوباية شاي روح اعملها له، ماشي. انما ان هو يحدد لك انت تدخل جامعة ايه او كلية ايه، ملهاش اي علاقة، فاهمني؟ فبجد اللي هو انا شايف الموضوع غريب شويه، اللي هو اصلا مفيش حد بيتكلم عنه. يعني هتلاقي اغلب النصايح اونلاين، ايوه اعمل اللي ابوك عايزه وبعدين بعد الجامعه اعمل الحاجه اللي انت عايزها. انت بعد الجامعه مش هتبقى فاضي انك تعمل الحاجه اللي انت عايزها. يعني انت في سن معين من 18 لحد 2 23 سنه، انت في سن البرايم بتاعك. انت هنا لازم تعرف الحاجه اللي انت هتعملها باقي حياتك. يعني لو مش تيجي وانت 23 24 سنه تقول اه انا عايز اعمل الحاجه دي، خلاص انا هستمر فيها. ممكن تحصل مع ناس، ممكن ما تحصلش مع ناس تانية، ودي النسبة الأكبر إنها ما تحصلش معاهم. فأنت لازم تعرف الحاجة اللي أنت عايزها وتعملها، لأن أبوك مش هيجي ينقذك ساعتها، أمك مش هتيجي تنقذك ساعتها، خالك مش هيجي ينقذك ساعتها، مفيش حد هيفيدك ساعتها، فاهمني؟ فأنت لازم تقرر القرار بنفسك وتعرف الحاجة اللي أنت عايزها، لأن أنا زي ما قلت لك أنت حتى لو عملت اللي هم عايزينه هيفضل برضه في مشاكل، وهيفضلوا اللي هو فاهمني بيغلسوا عليك ويتكلموا عنك بطريقة مش كويسة. فانت لازم تحدد الحاجه بنفسك انت لو مش عايز تخش جامعه خلاص ما تدخلش جامعه. لان احنا عارفين دلوقتي اصلا يعني
حتى لو هتدخل كلية زي طب مثلا أو هندسة، وأنا شايف يعني في الجامعات وكده أنت مش محتاج تدخل حاجة غير الطب، الكليات الطبية أو الكليات الهندسية. إنما بقى تدخل لي تجارة، وتدخل لي مش عارف إيه، وحقوق برضه، يعني طب وهندسة وحقوق، أنا شايف دي التلات كليات اللي أنت محتاج تدخلهم. إنما باقي الكليات حرفيا يا جدعان كلها عبط، أنت ممكن تتعلم حاجاتها وأنت في البيت عادي. يعني البيزنس مثلا أنت ممكن تتعلمه من كتاب واحد بس، كتاب واحد بس هتقراه تفهم كل حاجة، كل حاجة لها علاقة بالبيزنس، فاهمني؟ طبعا انت هتحتاج تقرا اكتر من كتاب عشان تفهم الدنيا اكتر وكده، بس انا بعرض فكره واحده بس، اللي هو انت لو قريت كتاب ممكن تفهم كل حاجه لها علاقه بالموضوع، فاهمني؟ فانت فعلا يعني في كليات معينه انت مش محتاج تدخلها، ولو اهلك جبروك انك تدخل كليه معينه زي الطب مثلا او الهندسه وانت مش عايز، ما تدخلش. لان خلي بالك من حاجه معينه بس، الدكاتره والمهندسين ما عندوش اكتر ناس بيعملوا فلوس. عارف مين بيعملوا فلوس اكتر؟ صانعين المحتوى، الناس اللي فاتحين بيزنس اونلاين، الناس اللي عاملين لوكال براندز زي مثلا البراندز العبيطه بتاعت التيشيرتات وكده. يعني خلينا نحسب حسبه معينه، انت عارف عشان يعمل مليون جنيه ريفينيو عايز يبيع كام تيشيرت؟ نفترض تيشيرت واحد ب 700 جنيه، هو محتاج يبيع له كام؟ 1200 تيشيرت ولا حاجه؟ 1200 تيشيرت وهيعمل مليون جنيه، انت متخيل؟ انت كدكتور عشان تعمل مليون جنيه شوف بقى انت محتاج كام سنه. وحتى لو سافرت امريكا، الناس فاكره انك لو سافرت امريكا الموضوع سهل. يعني بجد انا في كليه طب ماشي، العيال معايا في الدفعه فاكرين انك تسافر امريكا حاجه سهله. اه ما انا هسافر امريكا واخد 100000 دولار في الشهر، على فكره ده مش رقم. يعني فعلا ده الستريمرز بيعملوا 100000 دولار في اليوم. فاهمني؟ الستريمرز بتوع التيك توك بيعملوا 100000 دولار في اليوم، ف 100000 دولار في السنه دي هتعمل لك ايه؟ فاهمني؟ فلازم فاهمني اللي هو تتوسع بدماغك شويه وتعرف ايه الحاجه الصح. لان خلاص يعني في زي حاجه اسمها الميتا، هي most effective tactic available، فاهمني؟ اللي هي اكتر حاجه شغاله دلوقتي. الجامعة ما عدتش منها، ممكن زمان كانت منها انما دلوقتي مش منها. فانت حدد بنفسك وشوف هتعمل ايه.